فوتوا بيا 71 مكتب. فيشهد الله عز وجل أن جمعنا شمل إخواننا من طنجة إلى الهويرة. فشكرا لكم، شكرا للسي حسن، شكرا للسي أسلام القيطوني، شكرا للأخت نفيسة، شكرا للسي، شكرا للحاجة فاطمة، شكرا لفاطمة الزهراء، شكرا للحكيمة، شكرا للبركة، شكرا لكل الإخوان اللي كانوا في الجنب ديالي وثقوا فيا وساندوني واعتبروني ليس برئيس أخ وصديق. فأنا اليوم أكثر ما أنني فرحان ما حققناه على المستوى الوطني والدولي، ونحن على أبواب سنة 2024 لاكتساح إفريقيا إن شاء الله. هذا هو الهدف 24. ونشهد الله أنني جالس وكنتفكر في هذه البلاصة اللي جالس فيها مدة ديال 3 سنين، وما نتوما كتهضروا وانا العين ديالي كنحبس الدموع، كنقول شوف الله سبحانه عز وجل طلقنا من هذا المكان وكيفاش وصلنا وفين وصلنا. لأن في المغرب ديالنا كان فين ما تمشي كتلقى الفوضى، كتلقى المحليه الشهويه، والحمد لله كلهم نفس الانضباط، نفس الحوارات، نفس اللقاءات، نفس الاجتماعات، نفس العائله. الا كنا قسم لنا الله عز وجل وتحقق ما خطط اليه وتجمعوا الشمل الوطني في احد اللقاءات اللي لابد خصها تكون، غتشوفوا نفس النسخه ديالكم. كانوا عندنا واحد المناوشات، كانوا شي وحدين اللي كانوا مسترزقين اللي حاولنا اننا فالحمد لله اليوم المنظمه كي بقيت فيها كي جرى اخر المنظمه لا خوف عليها، فهي منظمه قائمه بذاتها، عندها ركائز، عندها مناضلين، عندها غيورين لا يهمهم شيء الا حب الوطن، حب الدفاع عن الوحده الوطنيه وراء السده العاليه بالله جلاله الملك محمد السادس نصر الله. نحن يد واحده، دائما شعارنا الخالد الله الوطن الملك. فشكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم من هذه البلاصه اللي بديت فيها. أنا اليوم عاود كنشكركم مدينه الحاجب. شكرا لجميع الاخوان، السلام عليكم.